كما أننا من حقنا أننا نناقش ما يجري في الجزائر. ما يجري في الجزائر خطير جدا، والكثير تابع ربما الخرجة ديال واحد المجموعة اللي هاجمتنا. لماذا؟ لأننا أبلغنا الجزائريين بما يجري داخل بلادهم. الدور ديالنا في إطار هذه المنابر، أو الدور ديالنا أحيانا كأساتذة اللي هما عندهم ارتباط بالمجال ديال الإعلام، أنه يحاول القراءة ديال الظواهر. وقلنا بأن الظاهرة ديال الحرائق اللي كاينه في الجزائر ماشي عاديه. كنعرفوا الحرائق عاديه في العالم كله كيتعرض للحرائق، ولكن باش تكون الحرائق في واحد المنطقه، مناطق معينه، وتوصل لهذه الدرجه وكتكون في هذه التوقيتات، ثم انه كتكون الحكام ديال الجزائر انهم ماشي هنا، بمعنى ما عاطينش اهميه، وغنشوفوا هذه الامور هذه. هذا يبين بان الامر هو خطير جدا. لهذا فلما تحدثنا ليله امس على المساخيط اللي شاعلين العافيه في البلاد ديالهم، وجنا بالحجاج مجموعه ديال الادله راجعه ل 93 94، البدايه ديال العشريه السوداء، خرج البعض البارح واليوم يهاجم هذا الطرح هذا. معنى هذا اننا مشينا لواحد النقطه اللي هي كاينه، بمعنى مشينا الامور اللي هي كاينه، ولكن الخطير هو اننا هضرنا بحجج وما قدروش يردوا لنا بحجج. يقول لي شي واحد كيفاش؟ نقول لي حنا كنقراو، انا شخصيا كنقرا الظاهره هذه. بلاد الجزائر اللي عندنا معها علاقات كثيره، مجموعه ديال الجزائريين هما في حاجه، البلاد في حاجه الى انقاذ. كاينه شي مساله اللي كتسمى واجب وحق انقاذ الشعوب في لحظه الخطر. وهنا راه كنتذكروا هذه المسائل وقعات في مجموعه من الانظمه الشيوعيه القديمه اللي تعرضت لهزات، وكان تدخل ديال المجتمع الدولي لما عرفت كوارث. الان كاينه كارثه، وكنذكر فقط بالكارثه انذاك اللي وقعت في رومانيا ديال تشاوسيسكو. انذاك وقعت هذه المساله. اذا هنا نرجعوا ونشوفوا التاريخ باش يمكن نفهموا لماذا كناخذوا هذا الموضوع هذا. اذا الموضوع اللي عندنا اليوم وهو واش النظام العسكري الجزائري اللي كنسميوه الكابرانات، اللي خلاتهم فرنسا انه ورث هذه القضيه ديال السياسه ديال الحرائق، واش ورثها على الاستعمار ديال فرنسا؟ لان فرنسا دارت هذه الامور، الاستعمار الفرنسي دار هذه الامور في الجزائر دارها. ثم كيفاش غنفسروا واحد المساله خطيره جدا، انه مسؤول جزائري اللي هو المسؤول ديال وزاره الخارجيه، هذا على الطرف القادم من العشريه السوداء اللي كنقولها دائما، ملي كتجي مسؤوله امريكيه وكتعزيه في هذه المجموعه اللي ماتوا محروقين رحمهم الله جميعا، كتعزيه، هو ما كيهضرش في هذا الملف هذا، كيمشي للملف ديال الصحراء المغربيه وكيربطها كالعاده ذاك الربط ديال القضيه الفلسطينيه. واش الوقت هو ديال ان الجزائر في حاجه الى مساعدات ودعم، او انه ما عندوش معنى الفكره انه يتحرقوا الجزائريين ويبقى البوليزاريو؟ هذه هي الفكره اللي كاينه. وان كان البوليزاريو براسو انا كنقولها شنقريحه قادم باش يحرق المخيمات واحد الوقت من الاوقات. اذا هذا هو الموضوع ديالنا، غادي نشوفوه وغنردوا بحجج على الهجومات اللي كانت. ردوا بدون انفعال، لاننا حنا كنقراو ظاهره الحرائق ماشي عاديه. ثم ملي قلنا انهم دبروا الحرائق حتى بالنسبه لتونس، كنعرفوا بانه كاين واحد التوتر. هنا خرجوا كيقول لك كيفاش هذه القضيه دي. هادشي كله غادي نحاولوا نتناولوه في هذا اللقاء هذا،
من حقنا نقراو ظاهره ونتسائلوا علاش مع كل الجزائريين، وغنشوفوا واحد المجموعه ديال الفيديوهات اللي كتاكد ما وقع، ثم تساؤلات اللي كاينه وسط الجزائريين كيفاش هادشي كيوقع سنويا. فين هي الطائرات؟ فين هي الطائرات؟ لان عدم شراء طائرات، هذه دوله ديال الغاز، عدم شراء طائرات اللي هضر عليها تبون منذ 3 سنوات، عدم شراء الطائرات معناه هو في حد ذاته مشاركه في جريمه المحرقه ديال الجزائريين كيتحرقوا اليوم. هذا هو الموضوع، ولكن قبل منه غتكون عندنا اخبار وعندنا صور في الاخير. اولا الخبر الاول هو هذه المحاوله ديال الانقلاب اللي كاينه في دوله النيجر. هنا احنا في واحد الشريط، الامر يعني كل دول شمال افريقيا، ولكن هنا كتعرفوا بان النيجر ظلت موضوع خطاب ديال الكبرانات المساخر. ما كاينش شي بلاد اللي تعاملوا معها وما وقعتش فيها شي كارثه. هذا الرئيس اولا عنده علاقه، هنا عنده علاقه بدول شمال افريقيا، وعنده علاقه بالبلاد ديال الكبرانات. كاين الكثير من الزيارات اللي مشاو عنده، وايضا هذه البلاصه اللي هي هذه الدوله اللي هي النيجر هي واحد المنطقه حيويه بالنسبه لفرنسا. بمعنى الان حتى فرنسا بهذا النوع من الانقلابات كتفقد مناطق ديالها، وكتزاد الكارثه ديال فرنسا لانها تبعات البلاد ديال الكبرانات. دابا غير سؤال، يعطيني شي واحد من الجزائر، من هذوك اللي خرجوا كيردوا علينا، يعطينا شي انجاز ديال شي دوله اللي هي دارت علاقه مع الجزائر وربحات، لدرجه ان ايران براسها كاينه معلومات تقول بامكانيه السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رسميا أنطونيو بلانكو النجم الصاعد لريال مدريد ترك النادي بشكل دائم لينضم إلى ديبورتيفو ألافيس. وقع بلانكو صفقة مع ألافيس تمتد حتى عام 2027. كما تم الكشف عن انتقال دائم لأنطونيو بلانكو من ريال مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس في إعلان رسمي. وقع بلانكو صفقة مع ألافيس تمتد حتى عام 2027. وقال نادي ريال مدريد أنه يعبر عن امتنانه وحبه لأنطونيو بلانكو، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة. كما تم الكشف عن انتقال دائم لأنطونيو بلانكو من ريال مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس في إعلان رسمي. وقع بلانكو صفقة مع ألافيس تمتد حتى عام 2027. تم الاتفاق على انتقال اللاعب أنطونيو بلانكو بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.